سنة 1952 بولاية فلافيديا بأمريكا الناس كانوا يمرون بأزمة اقتصادية قوية، والمحلات تنافس على بيع البضائع بأقل الأسعار حتى يخلصون من المخزون الزايد عندهم. وفجأة واحد من التجار خطرت على باله فكرة مجنونة وقال ليش ما نسوي خصومات ضخمة اليوم واحد ونشوف شنو اللي يصير بعدها. وهالشي صار بداية لظاهرة راح تكتسح العالم. تعود تسمية البلاك فرايداي أو الجمعة السوداء للقرن ال19، وارتبط اسمها مع الأزمة المالية بالولايات المتحدة واللي صارت بالعام 1869، واللي شكلت ضربة كبيرة في وقتها للاقتصاد الأمريكي، بحيث بقت البضائع وتراكمت وتوقفت حركات البيع والشراء. وهذا الشيء سبب بكارثة اقتصادية بأمريكا، واللي قدرت السيطرة عليها بعدين عن طريق اتخاذ مجموعة من الإجراءات، منها تقديم تخفيضات كبيرة على السلع بهدف بيعها بدلا من تعرضها للكساد، وتقليل الخسائر قدر المستطاع. ومن ذاك الوقت أصبح هذا الشيء عادة بالولايات المتحدة الأمريكية. قامت المتاجر والمحلات تقدم تخفيضات توصل ل90% من منتجاتها، وترجع لأسعارها الطبيعية بعد انتهاء يوم البلاك فرايداي أو الشهر المخصص لهذا اليوم. إذا نجي نحكي عن أصل كلمة بلاك فرايداي فهي مو الجمعة السوداء وإنما الثلاثاء الأسود. راح تقول لي ليش يابي؟ اصبر لي خل اسولف لك. لأن بيوم الثلاثاء اللي صادف 29 من شهر ديسمبر عام 1929 صار الكساد العظيم واللي انقلبت به بورصة نيويورك، وانخفضت الأسهم بهذا اليوم بشكل كارثي. بس اللي صار بعدها خلى العالم يعيش بحالة ركود اقتصادي كبير، ومن ذاك الوقت الناس تعلمت شلون تنتهز الفرص وتدور على خصومات مميزة. وهذه كانت بداية شيء مهم راح ينحفظ بذاكرتهم، هذا الشيء اسمه بلاك فرايداي، قصة تحول أزمة اقتصادية إلى يوم من أكثر أيام السنة إقبالاً على التسوق. البلاك فرايداي أو الجمعة السوداء واللي يكون آخر أسبوع من شهر نوفمبر من كل سنة، يعتبر من أهم أيام التسوق بالسنة، واللي يتوجه به الملايين من الناس حول العالم للمولات والمتاجر والمواقع الإلكترونية، وهم يبحثون عن أفضل العروض والخصومات اللي صارت سمة مميزة لهذا اليوم. زين شلون تحول هذا اليوم اللي كان بداية صدمة اقتصادية كبيرة إلى مهرجان تسوق عالمي؟ مصطلح البلاك فرايداي ظهر أول مرة بستينيات القرن الماضي في مدينة فلافيديا بأمريكا. الشرطة استخدمته الوصف الفوضى والازدحام اللي صار بعد عيد الشكر، بحيث كانت الشوارع متروسة بالناس والسيارات بسبب التسوق واستعدادا لأعياد الميلاد. هذا الاسم بدأ ياخذ انتشار بطيء لحد ما صار معروف على نطاق واسع، وتدريجيا اتطورت الفكرة وبدأ أصحاب المحلات يستغلون هذا الازدحام وقرروا يقدمون تخفيضات خاصة وجذب الناس بهذا اليوم تحديدا. ومع مرور السنين صار البلاك فرايداي يوم ينتظر ملايين الناس على مود يشترون احتياجاتهم بأسعار مخفضة. البلاك فرايداي ما عاد يقتصر على أمريكا بس، لكن صار حدث عالمي الكل ينتظره، وحتى الدول اللي ما كانت تحتفل بعيد الشكر صاروا يشاركون بهذه التخفيضات. وبعد فترة السبعينات البلاك فرايداي بدأ ياخذ شكل أكبر، الشركات والتجار قام يستغلون الفرص ويزيدون الخصومات، وصارت الناس تنتظر هاليوم حتى تشتري احتياجاتها بأسعار مخفضة. ثمانينيات القرن الماضي كانت النقطة اللي بدأ بيها الفرايداي ياخذ طابع وطني بكل أمريكا، ومع بداية الألفية الجديدة دخل الإنترنت للصورة وصار التسوق الإلكتروني يضرب بقوة. البلاك فرايداي ما بقى بس بأمريكا، وانتقل الدول هواي ومن ضمنها أوروبا وآسيا، وحتى بالدول العربية بدت المتاجر تعتمد على نفس الفكرة. صار الناس بكل مكان ينتظرون هذا اليوم حتى يحصلون على عروض ما تنعاد. وبالعقد الأخير التنافس صار قوي بين الشركات التقنية بشكل أساسي. المتاجر الإلكترونية بدأت تقدم عروض كبيرة كلش، وخلال السنوات الأخيرة زاد التركيز على التكنولوجيا، الموبايلات والأجهزة الذكية وغيرها، وهواية من الشركات
قاموا يقدمون عروض كارثية حتى يحصلون على العملاء قبل اليوم المنتظر. وإذا نجي نحكي عن الأرباح والتأثيرات الاقتصادية، أرقام البلاك فرايداي مو طبيعية، المبيعات تتجاوز المليارات خلال ساعات، تأثير اقتصادي ضخم يعكس شلون الناس تتعامل ويا فكرة العروض. وطبعا شركات هواي تستغل هذه الفترة حتى تنهي مخزونها القديم وتبدأ باستعداداتها للسنة الجديدة. ورغم الشهرة الكبيرة، اليوم البلاك فرايداي كان ما يخلو من الجدل. كثير من الناس يعانون من الديون بسبب التسوق العشوائي بهذا اليوم، وفوضى الأعداد الكبيرة من الناس ممكن يؤدي لأضرار شخصية وحوادث. وبعض المحلات التجارية يتهموهم برفع الأسعار قبل يوم البلاك فرايداي بفترة قصيرة، وينزلوها بعدين حتى يبينون أنهم مسوين تخفيضات كبيرة. وبالرغم من أنه هذا الحدث منتشر بالولايات المتحدة الأمريكية وبعض دول العالم، إلا أنه مواقع التسوق الإلكتروني العربية بدأت سنة 2014 بتفعيل يوم البلاك فرايداي أو الجمعة السوداء بالمتاجر الإلكترونية وخصوصا موقع أمازون. لكن الفرق أنه هم سموه الجمعة البيضاء، وتم اختيار اللون الأبيض بدلا من الأسود لخصوصية يوم الجمعة عند العرب المسلمين. السؤال هنا، شنو اللي يخلي الناس ينجذبون لهذه الظاهرة بهذا الشكل؟ هل هو حب التسوق، لو شعورهم بالقدرة على الفوز بصفقات مربحة؟ برأيكم هل البلاك فرايداي يستحق كل هاي الضجة، لو هو مجرد خطة تجارية بارعة تخلي الناس يشترون هواي من غير حساب؟ شاركونا آراءكم بالتعليقات وراح أرد عليها كلها. لينا حبايب انتهى الفيديو مالتنا، أتمنى ينال إعجابكم. لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. أخوكم عادل الربيعي، مع السلامة.